السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. سعد لي مساكم. واليوم 1/1 وكل عام وانتم بخير. إن شاء الله عام جديد، عام يكون بخير للجميع يا رب. طبعا اليوم 1/1، يوم خميس، بس أجواء سيبيرية نظامية. برد 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 بمعنى الكلمة. الحمد لله الطيور شوفوا يعني بهالبرد يعني وضعها كويس. الدخان يطلع من تنفس الإنسان. لما يتنفس الدخان لحاله يطلع. أوضاع كويسة الحمد لله. بس البارحة في ضرب فتاش، في طيور جفلت، في طيور خافت. يعني إجباري تخاف الطيور. فهالشي طبيعي يعني إذا كبت جناحها. بس نحن شلون الوضع؟ تمنينا إنه ما يكون بهالوقت البرد إنه تكب جناحها، إلا راح يأثر على الطير شوي، راح يأثر على الطير. فهاي الطيرة شو هاي كبت جناحها، بس عادي تطلع. هدول طواير أمورهم بخير الحمد لله، كل أمورهم بخير، كل وضعهم. هالطيرة كمان أمورها بخير. على الخوف الطير كب جناحه لا تهتم، انت بس غذيه كويس. خلي الأكل عنده مظبوط ولا يهمك شي. تيار الهواء وقفه لا يأثر على الطير. هلا هون هدول كلها هاي، ولا تخاف على الطير حتى لو كب جناحه عادي. غذيه يرجع يطلع، ما يأثر عليه أي شيء. الطير يمكن بقى يغرد شوي، بس عادي بعد فترة يرجع يشتغل. هاي بالنسبة لهالغرفة. نشوف غرفة تانية كمان إن شاء الله يا شباب. شغالة يعني بالنهار، هلا بالغيم والبرد إضاءة شغالة. وهي غرفة تانية، تيار الهواء قوي. مصلي على النبي. مع هيك الطيور كانت تشتغل امبارحة ضرب الفتاش والصواب. إجباري الطيور رح تخاف يعني. الحمد لله أمور الطيور بخير. هون وضع بخير. عتمة شوي بس معلش. عندي هون مدخن الصوبة، فالحايط حار. هاي كويسة شوي، ساعدت الطيور غيرت درجة حرارة الغرفة. شباب، المي اللي عم تعطيها للطير بهالوقت خليها بنفس الغرفة. يعني المي لا تغيرها، تجيب مي من برا. خلي المي نفس درجة حرارة الغرفة. يعني المي تكون عندك موجودة بهالغرفة، تجي منها تعبي المي للطيور، تعبي لهم المي تبعهم. تمام، حتى الكل يستفيد يا شباب. واتمنى الخير للجميع يا شباب. ولا تنسونا بالدعاء، وشاركونا الفيديو حتى الكل يستفيد، أخص بهالأوقات. هذا الجو البارد يعني ما شاء الله الطيور كلها عم تشتغل، شيء كويس. وشاركونا الفيديو يا شباب على أوسع نطاق. أتمنى التوفيق للجميع يا رب. موسم خير إن شاء الله جاي للجميع. إن شاء الله الإنتاج يكون أحسن إن شاء الله يا رب. وبالتوفيق للجميع يا شباب.